انتوا جايين بتضحكوا عليا. يلا يا نعم، يلا يا بنت. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد. سكة الشهرة ولفت الانتباه ليها طريقين. اول طريق هو ان انت تشتغل على نفسك وتطور الحاجات اللي ناقصاك وتشتغل على المنتج اللي انت بتعمله وتسيبه لغاية ما تبقى فريد من نوعك والمنتج ده يتكلم عنك. والطريق التاني بقى هو اللي اخده فيلم النهاردة، وهو انه سوق لنفسه بمشهد خارج. قالك بقى انا مش هشتغل على نفسي واعمل الشغل ده، احنا نصدر المشهد الخارج اللي موجود وهو هيقوم باللازم. وانا في العادة الحقيقة ما بحبش اعمل مراجعات على الافلام اللي من النوعية دي، ولكن بسبب كم الكلام الايجابي اللي انا سمعته عن الفيلم، ان ازاي الفيلم حلو، ازاي الفيلم قصته قوية ومميزة، ازاي الفيلم ريواتشابل وكلام ايجابي كتير، خلاني لا قلت انا لازم يعني اشوف الفيلم. ولكن بعد ما شفت الفيلم انا بدأت اصدق في موضوع ان في ناس بتقبض عشان تتكلم كويس عن الافلام. بتدور احداث الفيلم عن تاشي، معجزة التنس اللي اتحولت لمدربة وحولت زوجها لبطل، ولكن للتغلب على سلسلة من الهزائم المتتالية اللي زوجها بيمر بيها بيحتاج إلى مواجهة صديقه السابق وصديقها السابق. نتكلم عن جزئية القصة والسيناريو. الفيلم بيقدم لنا 3 شخصيات حرفيا زبالة. 2 منهم المفروض ان هم اصدقاء طفولة واكتر من اخوات وعارفين بعض من هو صغيرين وكل الكلام ده، ولكن حسدوا الصحابة على لمتهم لغاية ما جات الحرمة وفرقتهم. وهنا بيجي دور الشخصية التالتة معانا، شخصية استغلالية جدا معدومة المشاعر ووصولية وبتحب تتحكم في كل حاجة. يعني الفيلم بيقدم لنا 3 شخصيات يتنافسوا كلهم على مين أسوأ من التاني. طريقة سرد القصة في الفيلم هي غريبة شوية ولكن حلوة. الفيلم أحداثه بتدور في اكتر من مده زمنيه، يعني فطريقه بقى السرد يعني عباره عن ايه؟ احنا بنجيب لك مشهد من الماضي على مشهد من الحاضر على مشهد من الماضي جامد على مشهد لسه من اسبوعين على مشهد دلوقتي وهكذا. فانت يعني لو هتلاقي نفسك انت دايخ منه شويه في حته المنطقه الزمنيه، وهتلاقي ان انت مشتت شويه. ولكن هو كل مشهد انت بتمر بيه باحداث الفيلم هو بيخدم اصلا على ايه؟ على مباراه التنس اللي موجوده معانا، اللي بتبقى اصلا الفيلم بيبدا بيها وبينتهي بيها. كل الاحداث اللي موجوده معانا هي بتصب في مصلحه مباراه التنس دي. سرد القصه بيتقدم لنا من خلال منظور ال3 شخصيات، هو مش واخد وجهه نظر معينه، لا هو بيتقدم من حيث ال3 شخصيات. يعني انت لو لقيت نفسك مثلا بتتعاطف مع شخصيه في وقت ما، هتلاقي ان هو جاب لك القصه من منظور لشخصيه تانية، بين لك قد ايه الشخصيه دي قذره وان انت كنت هتتعاطف مع شخص قذر. فحرفيا انت بعد ما بتخلص الفيلم يعني اللي هو انتوا عايزين تولعوا بجاز انتوا ال3. ولكن انا كنت افضل ان الفيلم ياخد وجهة نظر واحدة ويتكلم من خلالها، وكانت هتبقى وجهة نظر شخصية تاشي اللي هي الشخصية المحورية اللي موجودة معانا، وهي تعتبر الشخصية الرئيسية اصلا اللي موجودة. فكان نفسي ان الفيلم يركز عليها ويبين الموضوع من وجهة نظرها، يبين قد ايه هي كانت بتستغلهم وكانت قد ايه هي استغلالية عموما وبتحاول ان هي توصل، ولما فشلت في الوصول وحصل لها مشاكل منعتها من الوصول قررت ان هي تشتغل الشغل اللي احنا شفناه في الفيلم. بالنسبه لمده الفيلم، فمده الفيلم كبيره فوق الساعتين و10 دقايق، فلا كان الافضل ان احنا نقللها اكتر من كده، لان في مشاهد كتيره موجوده معانا كنا ممكن نشيلوها ومش هتاثر على سير الاحداث اطلاقا. وحاجه بقى من اكتر السلبيات اللي موجوده معانا ان في شخصيه ابنه موجوده معانا. يعني هما في المفروض ان الابطال بتوعنا في 2 منهم اتجوزوا وخلفوا بنت، فشخصيه الابنه دي تظهر في مشهد او مشهدين. يعني شخصية ملهاش أي لازمة، ما بتضيفش أي حاجة في السيناريو، مع إنها أكتر شخصية كان ممكن يتم استغلالها وتطلع من وراها بدراما حلوة جدا. كنت ممكن تبقى تبين إن الابنة دي هي دلوقتي هي الضحية بتاعت المجتمع اللي احنا موجودين فيه. ال3 شخصيات دول اللي بيتنافسوا مع بعضهم، يعني هي في ابنة وهي الضحية بقى للمنافسة دي، لكن هي لم تستغل إطلاقا، بل بالعكس وجودها بقى يعني عامل نوع كده من اللي هو طب انت ازاي بنت الشباب دول هم صغيرين في السن وشكلهم اصلا صغير، ما يعني ما يخلفوش بنت بالسن ده. فوجودها بقى سلبي اكتر ما هو ايجابي. طبعا اهم سلبية موجودة معانا في الفيلم هي الاجندات اللي موجودة، الحاجات الخارجة، الطريقة اصلا اللي الفيلم سوق نفسه بيها من الاول. هو وضع حاجز بينه وبيني اللي هو خلاص يعني انت مسوق نفسك على كده، فانت منتظر مني اشوفك ازاي. وده يودينا للكلام عن الاخراج. بالنسبة للإخراج ففي بعض المشاهد البصرية الموجودة في خلال ماتشات التنس كانت حلوة جدا على المستوى البصري. في مشهد بيبين لك الزاوية البصرية من منظور كرة التنس، يعني بيبينها لك، وده حاجة جديدة وافتكاسة حلوة جدا من الإخراج. لكن المزيكا اللي كانت موجودة يعني هي كانت حلوة، بس في اوقات اللي هي لا بتبقى اوفر زيادة عن اللزوم وبتغطي اصلا على المشهد اللي موجود ده، بجانب طبعا ان برضو زي ما قلت قبل كده ان في اجندات موجودة معانا، ان في مشاهد وايحاءات يعني اللي هو كتيرة. يعني طول الفيلم فيه مشاهد كده هتلاقي فيه توتر بسبب ان انت خايف ان يحصل حاجة.
وكان المفروض الاخراج يعني يجتهد شويه في ان هو يعمل فجوه زمنيه بين عمر الممثلين، ان في فتره زمنيه اللي بتمر يعني احداث الفيلم فيها كبيره نوعا ما، على ان هم شكلهم يكون زي ما كان موجود، يعني هم شكلهم لسه برضو اطفال زي ما هم. اما بالنسبه للاداء التمثيلي فزندايا عملت دور حلو، دور كويس، ودور جديد عليها، ودور خلاها ان هي تبرز قدراتها التمثيليه نوعا ما. الشخصيه بتاعتها كانت حلوه جدا، رغم ان انا شايف ان هي برضو لم تستغل بالشكل الكافي. كان في ان احنا نطلع من وراها بشغل اكتر من كده لو كان التمركز كله كان حواليها هي، ولكن ما ظهر من الاداء التمثيلي فكان بالنسبه لي مقنع وكان كويس. اما بالنسبه لاداء الشباب اللي كان موجود معانا فالحقيقه هو ما عجبنيش، او بمعنى اصح يعني عشان اكون صريح، لا تنتظر مني ان انا اقيم تمثيل لناس كانت عامله ادوار بالشكل ده. تقييمي للفيلم هو 6/10، وده يعني انا كده موجب معاه اقصى واجب موجود. طبعا كل الاحترام والتقدير للناس اللي شافت الفيلم وعجبها، وفي الاول وفي الاخر ده رايهم وهم حرين فيه، زي برضو ما ده رايي، يعني هم قالوا رايهم وانا قلت رايي، والاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه. لو انت شايف ان الفيلم حلو فخلاص ماشي، اللي هو جود فور يو، وانا مبسوط ان انت قدرت تستمتع بفيلم. لكن هو بالنسبه لي هو تجربه للمشاهده مره واحده، يعني مش هفكر ان انا اتفرج عليه تاني الصراحه. بس كده اعزائي المشاهدين، في خلص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.